مرحبا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام في هذا الخبر الجديد على قناتكم مغرب شكل. هذا عنوانه: سرقة باخرة صباح اليوم، والشرطة القضائية تلقي القبض على 13 شخصا، وهذه التفاصيل. قبل ما نبداو ما تنساش دير جيم واشتراك باش تكون انت الاول اللي كيتوصل بالاخبار المغربية دائما. الى التفاصيل. تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين سبع بمدينة الدار البيضاء من توقيف 13 شخصا من بينهم قاصر واحد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة. وذكر مصدر أمني أن المشتبه فيهم كانوا قد أقدموا على تسلق باخرة أجنبية جنحت على الشريط الساحلي بمنطقة عين سبع بمدينة الدار البيضاء، حيث عرضوا محتوياتها ومعداتها لعملية سرقة مكنت من الاستيلاء على مجموعة من المنقولات التي كانت على متنها. وأضاف المصدر ذاته أن التدخل الفوري لعناصر الشرطة أسفر عن توقيف 13 شخصا من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما مكنت عملية التفتيش المنجزة من حجز واستعادة عدد كبير من الأشياء المتحصلة من عملية السرقة.